السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله هنكمل التاريخ الترم التاني بأول درس فيه وهو الدولة الأموية. ولكن مبدئيا احنا يا سنة تانية لازم نكون متفقين على ان تاريخ الترم الثاني ده هو استكمال لتاريخ الترم الاول. طبعا انت في الترم الاول اخدت ان الدولة الاسلامية تم انشائها في عهد الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، والدولة دي فضلت تتسع شوية شوية في عصر الخلفاء الراشدين، ولكن للاسف حصلت فتنة بين المسلمين وفي النهاية ادت الى مقتل الخليفة عثمان بن عفان، واللي تولى الحكم او الخلافة من بعده هو علي بن ابي طالب. ولكن للاسف انقسم المسلمون الى فريقين، وادت الفتنة اللي موجودة بين المسلمين إلى مقتل علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج، وبكده انتهى فعليا عصر الخلفاء الراشدين في عام 40 هجرية. واحنا في أول واحدة في الترم الثاني في التاريخ هندرس فيها نستكمل تاريخ الدولة الإسلامية في العصر الأموي والعباسي، وكمان تاريخ مصر في عصر الدول المستقلة. الدرس في الوحدة بتاعتنا طبعا هو الدولة الأموية. في الدرس ده احنا هنتكلم على قيام الدولة الأموية اللي هي قامت في سنة 41 هجرية. مبدئيا كده طبعا قامت الدولة الأموية في 41 هجرية على يد معاوية ابن أبي سفيان، ده بعد ما تنازل له الحسن ابن علي ابن أبي طالب عن الخلافة، طبعا وبايع له الخلافة هو وأخوه الحسين. طب هو يا ترى الحسن ابن علي ابن أبي طالب بايع الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان ليه؟ لأنه أراد حقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم. طبعا انت عارف ان كان في فتن كتير وانقسامات ما بين المسلمين، فأراد الحسن ابن علي ابن أبي طالب هو وأخوه الحسين ان هم يوقفوا الفتنة دي وكمان يحقنوا دماء المسلمين، فقرر ان هو يبايع الخلافة ويبيعها لمين؟ لمعاوية ابن أبي سفيان. والمسلمون كان موقفهم من رد الفعل او مبايعة حسن ابن علي بن ابي طالب للخلافة لمعاوية ابن ابي سفيان ان هم استبشروا خير، وشافوا ان اللي عمله الحسن ده هو طبعا تحقيق لنبوة جده الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وعلشان كده سموا عام 41 هجرية بعام الجماعة. وانت اكيد هتسأل يعني ايه عام الجماعة؟ عام الجماعة يعني العام اللي اجتمعت فيه كلمة المسلمين على مبايعة معاوية ابن أبي سفيان خليفة للمسلمين. يعني كل المسلمين كانوا متفقين على أن الخلافة تروح أو يمسكها معاوية ابن أبي سفيان. فهنا سؤالي ما المقصود بعام الجماعة؟ هو عام 41 هجرية الذي اجتمعت فيه كلمة المسلمين على مبايعة معاوية ابن أبي سفيان خليفة للمسلمين. اللي انا عايزاك تعرفه ان خلاص هي كده مبايعة الحسن علي بن ابي طالب لمعاوية بالخلافة، كده قامت الدولة الأموية. طيب أول حاجة ممكن نسألها هي الدولة الأموية سموها دولة أموية ليه؟ هي بتنسب إلى أمية الجد الأكبر لمعاوية ابن أبي سفيان، جده الكبير كان اسمه أمية، فعلشان كده سموها الدولة الأموية. هي أنا عايزاك تعرف نقاط محددة كده في قيام الدولة الأموية. هي قامت سنة كام؟ 41 هجرية. كانت عاصمتها ايه؟ دمشق. طيب عدد خلفائها 14 خليفة. مدة الحكم اللي تمت فيها او استمرت فيها الدولة الأموية 91 عام. طب واحنا هندرس ال 14 خليفة دول؟ لا، احنا هندرس اشهر خلفاء الدولة الأموية وهم الأربعة، وكمان هنتكلم على أعمال كل خليفة في دول. أول خليفة هو معاوية ابن أبي سفيان، عبد الملك ابن مروان، الوليد ابن عبد الملك، عمر ابن عبد العزيز. أول خليفة وهو معاوية ابن أبي سفيان، واللي بنعتبره هو المؤسس الأول للدولة الأموية. يا ترى معاوية ابن أبي سفيان قبل ما يكون خليفة للمسلمين كان إيه حياته؟ طبعا كان معروف إنه هو من كتاب الوحي اللي كانوا بيكتبوا الوحي اللي بينزل على الرسول، وكمان ده شارك في حروب الردة وشارك في فتح الشام وأصبح والي عليها عام 18 هجرية. هو فضل معاوية ابن أبي سفيان والي على الشام من عام 18 هجرية لحد ما تمت مبايعته للخلافة. وبما انه خلاص تولى الخلافة فهو تولاها في سنة 41 هجرية ولحد ما توفى في عام 60 هجرية. هو بالنسبة لنا ترتيبه كده في خلفاء الدولة الأموية هو أول خلفاء بني أمية. طبعا لو هنتكلم على أهم أعماله هو جمع كلمة المسلمين.
طبعا باللي حصل مبايعة الحسن ابن علي بن أبي طالب، مبايعته للخلافة لمعاوية بن سفيان، هو كده تم جمع كلمة المسلمين. تاني حاجة هو نقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق. هنا كده هنستوقف شوية. يعني الخلافة بتاعت الخلافة الإسلامية كانت فين؟ في الكوفة اللي هي في العراق، لأنها كانت في عهد مين؟ الحسن بن علي بن أبي طالب. طيب، ونقلها معاوية ابن أبي سفيان إلى دمشق ليه؟ يا ترى ليه؟ لأنه شاف أو هنا حتى يكون بين مؤيديه. للنقطة دي طبعا هنا كان في سؤال اتطرح في محافظة البحيرة في العام السابق في الامتحان، وهو أكمل العبارات الآتية بالكلمات مناسبة. نقل الخليفة معاوية ابن أبي سفيان عاصمة الخلافة من نجد إلى دمشق. برافو، من الكوفة إلى دمشق. وممكن يسألك هنا هو ليه نقلها؟ بما تفسر نقل الخليفة معاوية بن أبي سفيان عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق حتى يكون بين مؤيديه. وممكن السؤال أو نفس النقطة دي في اختياري اللي هو اختر الإجابة الصحيحة يرجع سبب اختيار الخليفة معاوية ابن أبي سفيان لدمشق كمقر للخلافة إلى. ليه اختار دمشق أو تكون فيها مقر الخلافة؟ هل اتساع مساحتها، ولا كثرة مواردها، ولا موقعها الاستراتيجي، ولا كثرة أنصاره بها؟ برافو سنة تانية، طبعا لكثرة أنصاره في دمشق. بس كده لا، كمان ده وأنشأ ديوان الخاتم. يعني ايه ديوان الخاتم؟ يعني مكان كده زي كده مكتب كبير أو إدارة كبيرة بيسموها ديوان الخاتم، بيتم فيها الختم. ختم ايه يا ترى؟ ختم المراسلات اللي بيبعتها الخليفة لأي جهة خارجية، وكمان بيتم فيها حفظ المراسلات دي. فمعنى كده هو أنشأ ديوان الخاتم ليه؟ لحفظ وختم مراسلات الخليفة. وكمان ده أنشأ نظم البريد اللي هو يبعت الخطابات من مكان للتاني أو من شخص للتاني. وكمان أدخل نظام الوراثة في الحكم. نقطة هنا وهنركز فيها. يعني ايه نظام الوراثة في الحكم؟ يعني الحكم او الخلافة هتكون من بعده لأحد أبنائه، والنظام ده ما كانش متبع أبدا في عهد خلفاء الراشدين. ولكن هنا ممكن نسألك كده، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب. التزم الخليفة معاوية ابن أبي سفيان بالنظام المتبع سابقا في اختيار الخلفاء من بعده. هنا العبارة دي خاطئة. ليه؟ لأن هو أدخل نظام الوراثة في الحكم. نكمل أهم أعمال الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، إن هو واصل حركة الفتوحات الإسلامية، وكمان اهتم بالبحرية الإسلامية، يعني بالسفن البحرية اللي تبع مثلا النظام الجيش بتاعه. وكمان اهتم بالعمران والتشييد، فشيدت في عهده مدينة القيروان. طيب هنا في سؤال كده محتاج منك التركيز، وهو كانت آخر عاصمة للدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين هي إيه؟ يعني العاصمة بتاعة الخلافة قبل أن ينقلها معاوية بن أبي سفيان كانت فين؟ بصرة ولا الكوفة ولا القيروان ولا دمشق؟ برافو، طبعا في الكوفة، لأن هو نقل الخلافة أو عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق.